حاجة عايز اتكلم عليها نادي الزمالك، او بغض النظر مش نادي الزمالك، اي زمالك اسماعيلي. الناس اللي عايشة في انقاض الماضي وعايشة على الوهم. يعني تخيل ان منزل بيان ان هو بيحتفل بان الزمالك اول فريق يوصل لكاس العالم، اللي هو ما اتلعبش اساسا واتلغى، وبيحتفل باليوم دوت. تخيل يعني الناس دي عايشة اصلا في كوكب تاني. يعني الاندية ديت يعني قاعدة تنزل لتحت بسبب ان هم عايشين في البطاطا في كوكب تاني. حاجة تانية مثلا على قناة نادي الزمالك تضحكك، لما يطلع مذيع في قناة نادي الزمالك ومن أبناء نادي الزمالك يطلع يقول لك على البطولة العربية أنا بتمنى إن اللي ياخدها نادي عربي. تخيل يعني دول مش معانا أصلا. يعني بطولة عربية، أو بتتمنى في قناة النادي إن فريق عربي اللي ياخد البطولة. فديت من الاسباب اللي بتخلي الانديه ديت يعني عمرها اصلا، يعني عمرها يعني كبرها يوم لما تاخد دوري ولا حاجه تاخده باحتواء، تاخده زي ما شفنا الموسمين اللي فاتوا، احتواء وخطوره وحاجات كده كانت بتحصل. ملناش ملناش دخل فيها. فلما مستوى النادي الاهلي بيبقى من اجهاد وكذا موسم واخد كذا بطوله ولعب بطولات كبيره، فهم بيطلعوا بسبب الحاجات دي. يجي التاني برضه مذيع تاني يقول لك اصل ما الاهلي جايب مش عارف مين بكام وعمل ايه. يا ابني انت مالك ومال انت تعرف اصلا العقد اللي انت عمال بتهبد وتقول ارقام فيه دوت؟ يعني عمرك شفت في حتى اصغر نادي بيلعب في درجة تانية عنده عقود لعيبة بتتسرب على السوشيال ميديا؟ انت عندك الدرج مفتوح على البحر، المفروض حد يشوفوا حد او يجيبوا لهم قفل يقفلوا عليه. يعني هم المفروض يعني يشوفوا لهم حد حاليا بالفضائح اللي بتحصل دي، يشوفوا لهم حد يقفل الدرج. عندهم مكتب كده فيه عقود بتاعت لعيبة، الدرج ده مفتوح على البحر، العقود دي بتطلع بتنزل في اي حتة الناس بتشوفها. طبعا الكلام دوت ما يحصلش في زريبة، يعني مش في نادي. الأزمة اللي بتقابلهم إن هم يعني أولاد النادي نفسه بيحقدوا على بعض. طبعا أنا الكلام ده مش كلامي، يعني الكلام دوت يعني أساطير الزمالك. أساطير الزمالك مش الأساطير اللي هي بتبقى مفروضة علينا ديت، والناس اللي عايزين يعملوا لهم أساطير الزمالك. يعني عندك زي حسن شحاتة، هو يقول لك احنا ما بنحبش بعض، احنا كزملكاويه ما بنحبش بعض، ما بنعملش للنادي، كل واحد بيعمل لمصلحته وكل واحد عامل له حزب. فهي دي مشكله نادي الزمالك، ويعني ان شاء الله يلاقوا لهم حل وحتى على الاقل مثلا يقفلوا الدرج اللي عندهم مفتوح على البحرية. النادي الاسماعيلي نفس الكلام، عايش على انقاض الماضي، وان الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه يعني يعني الفرق الكبيره. يعني الاهلي لما بيبقى عنده اخطاء، كل مؤتمر صحفي يطلع يقول الاخطاء اللي موجوده. ما انت ما بتدريش الاخطاء، ما الاخطاء باينه موجوده. انا مش عايش انا يعني نادي كبير، فانا لازم اشتغل على الاخطاء اللي عندي عشان استمر. زي ما انا نادي كبير، شعبيه كبيره، فرحتي ان انا بقول انا نادي كبير نادي كبير، والعقود عماله مش عارف مين اللي اصلا عمال بيسرب العقود، ومين بيقول نادي عربي يكسب في البطوله. نادي عربي يكسب في البطوله العربيه يا راجل يا مؤمن يا راجل؟ ده انت حتى لو يعني لو خارج ما كملتش تعليمك وخارج من اعداديه مش هتقول الكلمه دي. يعني حتى لو مش متعلم خالص، يعني البطوله العربيه وعايز فريق عربي هو اللي تتمنى له ان هو اللي ياخد حاجه، يعني تكسف صراحه. هي الناس دي اللي عامله ازمه في الانديه ديت، عشان كده هيفضلوا زي ما هم. الجريده بتاعت نادي الزمالك، يعني الجريده بتاعت نادي الزمالك بدل ما تتكلم تقول مين اللي بيسرب عقود اللعيبه، مين اللي بيعمل ازمه في الزمالك، جايبين لك الصوره واحنا كلنا معاك يا ريس
حاجة كده من اللي هي بتاعت التسعينات والمنحة رايس والحاجات ديت، يعني اللي انتوا عارفينها حاجات يعني. ناس عايشة في البطاطا، يعني ناس مش معنا أصلا على الكوكب دوت. عشان كده يعني هيفضلوا زي ما هم. أشوفكم بعد ماتش